لم يحل الخوف الناجم عن هاجس الإرهاب الذي ضرب العالم خلال العام المنقضي دون الاحتفال بحلول العام الجديد، حيث أنارت الألعاب النارية السماء وأصوات الموسيقى والهتافات والعروض المرئية التي شكلت تحديا وطعنة قاتلة للكم الهائل من التهديدات التي أرادت النيل من فرحة الشعوب في بداية العام على مساحة القارات الخمس. وقد انطلقت الشرارة الأولى للعام الجديد من المدينة الأسترالية سيدني التي شهدت احتفالات لافتة أطلق خلالها 2400 سهم ناري، فيما كانت أوكلاندا كبرى مدن نيوزيلندا المحطة الثانية الأبرز في قائمة المدن التي دخلت العام الميلادي الجديد، حيث احتشد الآلاف من سكان المدينة للاحتفاء. وقد كانت الاحتفالات مشابهة في هونغ كونغ وبكين وسنغافورة وغيرها من المدن الكبرى في آسيا، فيما منعت سلطنة بروناي في جزيرة بورنيو احتفالات عيد الميلاد، وقالت إنها لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية وهددت بعقوبات صارمة لمن يحتفل بالعام الجديد. الاحتفال بالعام الجديد تزامن مع إجراءات أمنية مشددة في معظم دول العالم، فقد أحبطت السلطات الأمنية في جاكرتا خطة لاعتداء انتحاري ليلة رأس السنة، بينما كانت الإجراءات واضحة في أوروبا التي ما زالت تحت صدمة اعتداءات 13 من نوفمبر الماضي في العاصمة الفرنسية باريس. فلم تشهد باريس عروض الألعاب النارية رغم أن الاحتفالات في جادة الشانزليزيه قائمة ببعض من التقشف وسط إجراءات أمنية مشددة مع انتشار 11,000 من رجال الشرطة والجيش والإطفاء. كما قررت بروكسل إلغاء الاحتفالات ووضعت قوات الشرطة في حالة تأهب قصوى. وفي موسكو أغلقت للمرة الأولى الساحة الحمراء مكان التجمع الرمزي لاحتفاء رأس السنة بسبب مخاوف من هجمات إرهابية. وإلى مدريد، حيث حددت الشرطة عدد الذين سمح لهم بالتوجه إلى ساحة الاحتفال ب25,000 فقط، بينما بات حضور الألعاب النارية على ضفاف نهر التايمز مدفوعا. ولم يكن العالم العربي وهو الأكثر تضررا من الإرهاب بمنأى عن ذلك، حيث احتفلت العاصمة المصرية القاهرة بعروض مميزة أمام الأهرامات حضرها عدد كبير من الفنانين. أما بغداد فقد شهدت التجمع الكرنفالي الأكبر في العالم بحسب تصريحات أمانة العاصمة، التي أكدت أن قرابة 4 ملايين عراقي تجمعوا للاحتفاء بأعياد رأس السنة الميلادية، في تأكيد على تحديهم للإرهاب والانتصار عليه. وقد جسدت الاحتفالات في برج خليفة بمدينة دبي الإماراتية أسطورة كعادتها بأكبر واجهة ضوئية في العالم، ما يؤهلها لتحقيق رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، متفوقة على إندونيسيا التي حققت ذلك الرقم العام الماضي.